لو بتفكر تفتح براند فانت لازم تعرف مين منافسينك وتبدا تحلله. طب تعال بكل بساطه نعرف بنحلل المنافس ازاي. لو حد شغال في مجال الفاشون اكيد عارف براند سترة. طب تعال نحلل براند سترة بكل بساطه. البراند بيركز ان هو يظهر روح الحيويه والشباب. طب لو بصيت على السوشيال ميديا الخاصه بالبراند، البراند بيبني كونتنت قوي جدا، فبيبني تراست ما بينه وبين العميل، فده بيسهل عمليه الشراء. طب لو بصيت على الموقع او الويب سايت بتاع العميل، اسعاره مش قليله ومش كتيره، وبيستهدف الفئه المتوسطه اللي بتحب تلبس سيمبل، مش شغل الافريقي يعني. مش محتاج صيت من حد. لو بصينا على الاعلانات بتاعت البراند، البراند مش شغال قوي على الكرييتيف، هو اصلا باني سمعه قويه فبيستخدم السمعه دي. فتلاقي التصاميم بتاعته سيمبل جدا، يعتبر صوره المنتج من الكتالوج اصلا. طب ايه اللي ناقص البراند؟ البراند ملوش ظهور في اعلانات جوجل خالص، ما بيستخدمهاش اصلا، وده هيأثر عليه. لو اي منافس اشتغل على الكيورد بتاعت سترة هيقدر يسرق كل العملاء اللي بيدوروا على ويب سايت سترة. رقم اثنين، البراند بيجمع الايميلات بتاع العملاء لكن هو ما بيستخدمهمش في الايميل ماركتنج. رقم ثلاثة، زي ما قلت ان البراند ما بيشتغلش على الكرييتيف، ده ممكن يأثر عليه في العملاء اللي هم اصلا ما يعرفوهوش. هنوه على حاجه بس بسيطه انا نسيتها. البراند شغال ان هو يطول فتره بقاء العميل معاه من خلال ان هو بيستخدم الاس ام اس ماركتنج، بيجمع ارقام العملاء، بيبدا يشتغل ان هو يسوق لهم على التليفون. كده انت عرفت ازاي تحلل المنافس بكل